اللي اتفرج على ماتش سموحة النهارده وطلائع الجيش وشاف حسام حسن في المباراة دي، وشاف الجونين اللي جابهم وخصوصا الجون التاني استلامة معلم وفينش عالمي. الاهلاوي هيستغرب ويقول احنا ازاي مشينا الراجل ده؟ طب الراجل ده ما كانش بيعمل عندنا كده ليه؟ طب ازاي حد بالمستوى ده يلعب بأريحية وبحرية ويفنش الفينش ده ويلعب الاستلام ده وياخد الكرة بالطريقة دي؟ هو اللعيبة بتيجي عندنا وبيحصل لها ايه؟ تعال اقول لك بقى اللعيبة عندنا احنا في الاهلي بيحصل لها ايه. ساعات انا بحس ان في مشكلة ضخمة في الادارة الفنية في اختيارات لعيبة بعينها. ينفع يلعب عندنا ولا ما ينفعش؟ اللعيب ده هيتأقلم وهيبقى ترس في مكنة ولا مش هيبقى؟ الاهلي وقلتها قبل كده اكتر من مرة، فريق محمل بكمية ضغوطات مفيش حد يستحملها الا لو كان جبل، والبشر كلهم عكس يعني غير بعض. في لعيبة بتيجي تحت الضغط وتيجي بالحماس، وفي لعيبة محتاجة معاملات خاصة. كمان واحد زي حسام حسن بالذات اللي انا بتكلم عنه، انت وانت جايبه كده عشان قعدة صفا ما بين كابتن الخطيب وما بين فرج عامر والناس اصحابه والنبي اديني حسام وخد حسام؟ ولا انت عارف ان اللعيب ده هيفيدك؟ عارف ان اللعيب ده كويس يعني انا ابقى مفهم اللعيب ده ان انت مهاجم الاهلي الاول، وان انت في السكور، وان انت اساسي، وان انت محتاج وقت عشان تتأقلم ويلعب براحتك، وافضل ادعمه واخلي الجماهير تدعمه. انما انا بجيب اللعيب وبحطه في المفرمه وبقيسه بالمباراه. ضيع فرصه النهارده، طب اركن واروح شاريله شادي حسين، وعندي محمد شريف، وافكر في مهاجم افريقي. السيستم ده يا جماعه عمره ما يخلي لعيب بيطلع الطاقه الحقيقيه اللي جواه. انا عندي قناعه شخصيه ان حسام حسن مهاجم متميز، وشادي حسين مهاجم متميز، تالتهم بالنسبه لي في الترتيب هو شريف. يعني انا لو همشي لاعب انا همشي شريف، من وجهه نظر انا لو همشي لاعب همشي شريف كاركتر بتاع شخصيته ما هواش راس حرب اساسا، وبيلعب بطريقه عجيبه شويه ممكن تفرق لما بيكون في مساحات، ومش كل الفرق بتدي الاهلي مساحات. انا افقدت حسام حسن، باين عليه ان هو لعيب حساس وقماص، وواضح جدا ان هو مكتئب وحزين في الاهلي وحس ان هو مش لاقي دوره، وتراكن كتير جدا لحد ما اول ما تنفس لعب كرة زي ما انا بتكلم كده. وهو قبل ما يجي عندنا كان بيلعب كرة كده برضه. اللي انا اقصده ان الاهلي محتاج اولا، وما تضحكوش وما تستغربوش، محتاج دكتور نفسي يكون في الفرقة، محتاج الناس تكون بتخش جوه مشاكل اللعيبه. السولية كنا بننتقده انتقاد فظيع الفتره الاخيره، واكتشفنا ان بنته تعبانه. ممكن يكون الموضوع ده قلقه مش مخليه مركز، جايه مشي وانا متاكد ان عنده ازمات ممكن يكون الجهاز الفني والاداري مش عارفينها. ما ادوش مساحه للاعب انه يعرف يتكلم ويحكي ويحلوا له مشاكله. انت شغلتك انك تحل له مشاكله وتصاحبهم وتدخل جوه حياتهم الخاصة كمان لو سمحوا بده، عشان تخلي اللعيب تركيزه 100% في الملعب. تعالى لمحمد محمود ساعة ما جه الأهلي أنا كنت بقول إنه هيبقى أجمد صفقة في التاريخ. الراجل ربنا ابتلاه ب3 إصابات محدش في الدنيا يستحملهم، 2 صليبي و1 غضروف، وحكاية صعبة جدا. طب الأهلي يعمل إيه مع اللاعب؟ الطبيعي ان انا اقول له ان انا عايزك وان انت اللاعب بتاعي، واديله فرص على حساب لعيبه انا شفتهم خدوا فرص. صدقني لو اديت ربعها لمحمد محمود كنت كسبت لعيب في نص الملعب عالمي. بالمثال محمد فخري مثلا خد فرص عجيبه جدا، محمد محمود كان بينزل اخر 5 دقايق، وفي الاخر عملت له اعاره. هو الحاجه الوحيده في الفيديو ده اللي انا شايفها كويسه هي اعارته مع عمار حمدي للاتحاد. بس انا اكون حاطط في دماغي ان انا عايز محمد محمود وعايز عمار حمدي يرجعوا لي، لان محمود لعيب 8 استثنائي مش موجود زيه كتير، فانا موديه المكان يلعب فيه واقدر يستعيد فورمته.
وفي قاعدة بقولها وهفضل أقولها: أي لعيب يرجع من صليبي في الأهلي لازم تعيره 6 شهور، ما تسيبوش عندك في النادي، لأن محدش بيستحمل حد. حتى أكرم توفيق ده كانت حالة استثنائية إنه رجع بنفس المستوى من الصليبي، وبرضه ربنا ابتلاه وخد صليبي تاني. لكن المجمل اللعيب بيحتاج وقت لحد ما يخرج يرجع لمستواه من الصليبي، والأهلي مش هيستحمل لعيب بيتعكس شوية. فانت بدل ما تضيع لعيبه زي ما ضيعنا جده وضيعنا عمرو جمال بان انا سبته في النادي ما بياخدش فرص وما عرفش يرجع لمستواه، اطلعه اعاره، واطلعه اعاره بنيه ان انا ارجعه، ما طلعوش لفريق مش هيلعبه زي ما عملت مع شادي رضوان في البنك كده 2 3 الولد اتدمر وضيعت موهبته. يا جماعه محتاجين ان احنا نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. في لعيبه انا لازم اكون جايبها وانا عارف انها هتفيدني، هستفيد منها، هعرف اسوقها كويس، اعرف استفاد منه. حسام حسن النهارده في الجون الثاني يبين لك بجد ان هو مهاجم سوبر. عمل كده ليه؟ لانه بيلعب باريحيه، بيلعب وهو مرتاح، مفيش ضغوطات فوق دماغه. الاداره لازم تشيل من على لاعبتها كل الضغوطات، يبقوا رجاله واقفين اسود، لكن في نفس الوقت العبوا كوره واتبسطوا واستمتعوا، خلوهم يتحرروا عشان يفيدوكم ويعملوا أجمل مستوى ممكن تشوفوه. أتمنى إن الرسالة تكون وصلت.